اتبعت لك بيانات بالشكل ده من السيستم او من على الواتساب، ومش عارف ان انت تنضفها. طيب حابب تخلي البيانات بدل ما هي بالشكل الملخبط ده للشكل ده وبكل سهولة؟ يبقى الفيديو ده ليك. انا محمد تاج، وتعالى نسهل الاكسل مع بعض. انا اتبعت لي بيانات بالشكل ده طالعه من السيستم، وللاسف طالعه متلخبطه وبالشكل اللي مش منظم ده. واتقال لي انا عاوز عمود يبقى موجود فيه الاسم، وعمود يبقى فيه رقم التليفون، وما يبقاش فيه اي اخطاء ولا اي مسافات ولا اي مشكله من المشاكل الموجوده هنا. طيب انا هعمل ايه؟ انا عامه حطيت لك معادله انا عاملها بلمبه، والمعادله دي هتسهل عليك كل حاجه. طبعا انت لو حبيت ان انت تستخدم الفلاش فيل زي ما الناس بتبدا تشرح، وقلت له مثلا ان انت محتاج الاسم كده هنا مثلا، كنترول سي، وبعدين تبدا ان انت تحطها هنا، بعد كده تبدا تنزل على الخلال اللي تحتها وتدوس كنترول اي، هيجيب لك الاسماء فعلا. بس في الارقام لو جيت بقى تنسخ الرقم مثلا اهو بالشكل ده وتعمل نفس الحركه، هتلاقي فيه لخبطه. اذا الفلاش فيل مش هينفع. ايه اللي هينفع؟ ان انت تستخدم المعادله اللي هقولها لك دلوقتي. المعادله دي عامه هتبقى موجوده في الشيت اللي انا يا شباب هسيب لكم التحميل، لينك التحميل بتاعه في الديسكربشن. الشيت ده عباره عن تمبلت هتلاقي موجود فيه المعادله، هتلاقي شيت فاضي، هيتبعت لك شيت فاضي ما فيهوش اي حاجه بس فيه المعادله اللي انا هشرحها دلوقتي. هتقول له يساوي تاج دوت كلين، والمعادله دي بتنظف المسافات، الاقواس، الرموز، واي حاجه غريبه موجوده في الداتا، وهتقسم لك الداتا اللي موجوده للاسم لوحده ورقم التليفون لوحده. ومجرد ما هتحدد الخليه هنا وكده اهو، هتدوس انتر، نظف لك كل حاجه. انزل كده لتحت، خلاص كده الاسماء وارقام التليفونات بقت موجوده بشكل طبيعي. طبعا البيانات هنا موجوده كمعادله، فانت محتاج ان انت تنسخ البيانات بس في جدول انت عامله. فانت هتقول له كنترول سي، وانا هنا عامل اهو جدول للاسم ورقم التليفون. هبدا كليك يمين بس اهو، اختار دي كده، انا نسخت البيانات واتنضفت بالكامل وما بقاش في عندي اي مشكله. هسيب لكم لينك التحميل بتاع التمبلت في الديسكربشن، ولو مهتم بالمحتوى ده اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا ليكم.